بعض الناس النهاردة بيسألوا هل يا ترى الاحتفال بالمولد حرام ولا حلال؟ طبعا هيجاوب على السؤال زهرة منهج حياة العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم. اهلا بيك يا دكتور أحمد. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الاحتفال بذكرى ميلاد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الأمور المشروعة بل ومن الأمور المستحبة، والذين يحاولون أن يقولوا غير ذلك واهمون ومخطئون. أما الدليل على ذلك من كتاب الله فقول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأي فضل أعظم من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء للبشرية بالهداية والنور وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. وأي رحمة أفضل ممن قال الله له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال: إنما أنا رحمة مهداة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأما الدليل من السنة فقد جاء في السنة الصحيحة مما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأخرجه غيره أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن سبب صيامه ليوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه. جميل. وهذا يعطينا دلالة من الكتاب والسنة على أن إحياء هذه الذكرى أمر مطلوب. قد يقول البعض مثلا: تمام، لم يكن في الأمم السالفة أو عند الصحابة أنهم يعملون ذلك أو هذا اللقاء أو هذا الاجتماع، لأنهم ليسوا في حاجة إلى من يذكرهم، هم يذكرونه ويعرفون قدره ولا ينسونه أبدا. أما نحن في هذه الأعصر المتأخرة التي اعتراها من وسائل الله والملاهي ما صرفها عن كتاب ربها وسنة نبيها والاقتداء بحبيبها وشفيعها، أصبحنا في حاجة أن نذكر الناس. يقول أحد المسلمين: ما غاب عني رسول الله لحظة، ولو غاب عني لحظة ما عددت نفسي في المسلمين. لا 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 لا. ومعنى ما غاب عنه لحظة أنه يلتقيه، بمعنى يلتقي مثله وقيمه وأخلاقه والاقتداء به. إذا شرب الحمد لله يتذكر ما كان يفعله الرسول، إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله يتذكر ما كان يفعله، وهكذا في كل حركاته وسكناته، فلم يغب عنه صلى الله عليه وسلم. أما في هذه الأعصر التي اعترى الناس من الملاهي ما صرفهم، فهم في أمس الحاجة أن نذكرهم وأن نقيم أحفالا دينية يتلى فيها القرآن ويستمع فيها إلى أحاديث الرسول وإلى سيرته العطرة. دعوا الناس يتقربون إلى الله، ما بالكم تريدون أن تغلقوا على الناس نوافذ الرحمة؟ تمام. إن لم تفعلوا فاسكتوا، لا تقولوا هذا حرام. إن الذي يحلل ويحرم هو القرآن والسنة، فأروني ما في القرآن يمنع الاحتفال أو في السنة ما يمنع، بل بالعكس كما ذكرنا من بعض الأدلة. وحفاظا على وقت هذا اللقاء لا أريد أن أسرد أدلة كثيرة جدا تدل على مشروعية هذا. جميل يا دكتور أحمد. لو كان للكلام عطرا لكانت العطور والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تكون أجمل عطور بالفعل. يعني